السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، احلى متابعين ومشاهدين في حياتي. ربنا يا رب يديمكم في حياتي دايما. النهاردة هنعمل مع بعضينا من كوبايتين زيت، بس على شرط الزيت بتاعنا يكون ريحته حلوة. سمي بسم الله. من كوبايتين زيت نحولهم سمنة بلدي. ازاي؟ هقول لكم ازاي بالظبط. تابع معايا الفيديو من البداية للنهاية. طبعا احنا كل يوم بنجيب لبن وبيعمل وش. في ناس بتاكله بالمربى وفي ناس بتعينه، انا عيناه. نسمي بسم الله وننزل القشطه بتاعتنا. يلا تعالوا نبدأ مع بعضنا نكمل الفيديو. هنحطها على البوتاجاز. حطيناها على البوتاجاز، هنفضل نقلب فيها كده، واول ما تبتدي تغلي هنوطي النار، نهدي النار عليها شويه عشان ما تفرش وتتدلق مننا. بس دايما هنفضل نسيبها شويه ونقلب شويه عشان المرطه بتاعتنا ما تلزقش في الحل. لما تدخل في التسويه افصل الفيديو وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني بعد السمنه بتاعتنا ما دخلت في التسويه. انا حطيت ربع معلقه صغيره كده ملح عشان المرطه بتاعتنا متبقاش عدمه، اللي يجي ياكلها تبقى ايه، حادقه. احنا مش هنخزنها بس عشان تكون المرطه متطعمه بالملح. شايفين حضراتكم؟ شايفين السمنه؟ الريمه ديت هتهدى خلاص. بصوا دخلت في التسويه. انا مش عاوزه اطول عليكم الفيديو. لما تستوي هسيبها تبرد وهرجع اوريها لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما عبيت السمنه بتاعتنا في البطرمان بعد ما بردت. شايفين السمنه؟ طعمها تحفه، والله طعمها تحفه. انا دقتها من كوبايتين زيت وحبه قشطه. انا حطيت كان معايا بتاع مقدار نص كيلو قشطه. عمل لنا البطرمان دوت. وادي المرطه اهيت. لو مش هتاكليها حطيها، لو عندك مش حطيها في المش. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. لو لسه اول مره تشوفيني اشتركي في القناه. لو عندكم اي سؤال اكتبي لي في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد وشكرا.